احنا لو ما متناش من القصر من وين راح نموت من الجوع. انا بنتي والله قسما بالله شهر واحد ما ماتت من من قلة الاكل. قلة الاكل ماتت بنتي. يعني انا بشكي هم للدنيا كلها يا عمي، اعملوا لي حالي يا عمي. وضع تعبان، انا معاي 11 نفر ومش قادر اطعميهم ولا اشربهم، ومعيش كيلو الرز ب 40 شي 45. وانا من وين اللي اجي اطعميهم؟ من وين اجيب لهم؟ اروح اشحد، اروح اسرق، اروح اقتل؟ حرام يا عم اللي بيصير في الوضع في العيشه. انا مدنه. وانا ابني بقول لي يابا بدي رز، يابا بدي لحمه، يابا بقول له يابا ايش يعني اقطع حالي؟ والله قتلنا اولادك، قتلوني، مش عارف ايش اجيب لهم اكل شرب. عم بدي اروح اشحد، امد ايدي اقول لله يا محسنين يا عم ادوني. انا اولادي ضاعوا، انا بناتي ضاعوا، انا بنت ماتت ملهاش شهر منكم، ما طبقتش الشهر. دفناها بتتجوزاه. والله يا عمي شوف ما شفتش بنت. حرام عليهم البصير، يعني حرام عليهم. هذيك المرة والله رحت ألقط لهم خبيزة من القرية البدوية وقعدوا يطخوا وضربوا وانا قاعد. الله من فوق قال له قوم بلاش يابا. ومرة هي وبنتها استشهدوا. إذا ما متناش من القصف راح نموت من الجوع. وأنا بشكي هم للدنيا كلها يا عمي، يجي يشوفوا وضعي.